ده الأسبوع السابع علوم أولى إعدادي. بيكلمنا عن تدريبات تخص طاقة الحركة. فبدأ أول حاجة بيسألني بيقول لي إيه العوامل المؤثرة على طاقة الحركة. بص يا ولاد، إحنا عندنا القانون بتاع طاقة الحركة بيقول إن الكي إي بتساوي إيه؟ بتساوي نص إم اللي هي نص الكتلة مضروبة في مين؟ مضروبة في مربع السرعة، نص الكتلة في مربع السرعة. فالعوامل المؤثرة على طاقة حركة الجسم هتكون مين ومين؟ هتكون أكيد الكتلة ومين تاني والسرعة، الكتلة ومين والسرعة. طيب تمام، بعد كده عايز ايه؟ عايز وحدة قياس طاقة الحركة. وحدة قياس طاقة الحركة الكي اي بتتقاس يا ولاد بالجول. تمام، وتساوي كام في كام؟ يبقى هو قصده الكتلة بكام والسرعة بكام. الكتلة بتتقاس بالكيلو جرام والسرعة تتقاس متر لكل ثانية تربيع، عشان دي السرعة، مربع السرعة بنقول. طاقة الحركة بتساوي ايه؟ انا لسه قايل لك نص الكتلة في مربع السرعة، نص الكتلة اللي هو نص ام في مربع السرعة، في مربع السرعة اللي هو في تربيع. تتناسب طاقة الحركة تناسبا طرديا مع الكتلة. طاقة الحركة كل ما تزيد الكتلة تزيد، ومع مربع السرعة برضه هو كمان، ومربع السرعة. كلما زادت كتلة الجسم نقط سرعة الجسم عند ثبوت طاقة حركته. فكر فيها، لما يزيد كتلة الجسم السرعة بتاعت الجسم ايه اللي يحصلها لما طاقة الحركة تثبت؟ تقل سرعة الجسم، تقل سرعة الجسم. طيب كلما زادت سرعة الجسم لثلاثة أمثال فإن طاقة الحركة تزداد قد إيه؟ لما تزيد السرعة تلات أمثال. احفظها، السرعة تلات أمثال، إحنا حافظين مربع السرعة، يبقى هو تلاتة أس اتنين هتساوي كام؟ هتساوي تسعة. يبقى تزداد تسعة أمثال قيمتها الإيه؟ الأصلية، تسعة أمثال قيمتها الأصلية. تعال بقى نشوف عايز إيه. بيقول لي احسب طاقة الحركة كتلتها 20 كيلو جرام تتحرك بسرعة مقدارها 4 متر كل ثانية. تعال نجيب ورقة فاضية كده. عايز يجيب طاقة حركة كتلتها 20 كيلو جرام لتتحرك بسرعة 4 متر. يبقى ركز معايا، طاقة الحركة كرة كتلتها 20 كيلو جرام، يبقى أنا أجي كده أكتب المعطيات بتاعتي. يبقى أنا مطلع إن الكتلة يا ولاد بكام؟ ب20. طيب تمام، تتحرك بسرعة مقدارها 4، يبقى السرعة هي كمان بكام بقى؟ ب4. بسيطة جدا. عايز تحسب ايه؟ عايز احسب الكي اي طاقة الحركة. انا هعرف حفظتك القانون من اول كلمة بدأت بيها في الحصة. قلت لك القانون ايه؟ قلت لك الكي اي تساوي نص الفي نص الام في الفي تربيع، يعني نص الكتلة مضروبة في مربع السرعة، نص الكتلة مضروبة في مربع السرعة. فنص الكتلة اللي هو نص ايه؟ نص في 20 مضروبة في مربع السرعة اللي هو بكام؟ الفي اللي هي السرعة ب4، يبقى 4 تربيع، يبقى 4 ايه؟ تربيع. طيب تمام، يبقى نص في 20 في 4 تربيع هيطلع معاك بكام؟ هيطلع معاك ب160. 160 وانا محفظك 160 والكي اي وحدة قياسها مين؟ وحدة قياسها الجول، يبقى 160 جول. 160 ايه؟ جول. فكرة، احسب طاقة حركة الجسم. مديني الوزن ب20 نيوتن ويتحرك بسرعة مقدارها 6 متر كل ثانية تربيع. خلينا كده نحل كده هنا. تعالى، أول حاجة هو هنا في السؤال اللي فات ده هو مديك إن الوزن كان ب20 نيوتن، يعني افتكر كده هو اداك إيه؟ اداك إن الوزن ب20 نيوتن، واداك إيه تمام؟ واداك إن السرعة بكام؟ السرعة اللي هي في تساوي كام؟ تساوي 6 متر لكل ثانية تربيع. دي الحاجات اللي أنا مديها لي في السؤال. وعايزني أحسب إيه؟ عايزني أحسب طاقة الحركة. فأنت حافظ القانون. أنا لما عاوز طاقة الحركة بعمل حاجة واحدة بس، أكتب القانون بتاعي كي إي هتساوي نص ام اللي هي نص الكتلة مضروبة في مربع السرعة. طيب تمام، عندي مين؟ عندي السرعة اللي هي 6 تربيع، وعندي النص، لكن مش عندي مين؟ مش عندي الام هي اللي ناقصة. ام اللي هي مين؟ الكتلة. عايز احسب الكتلة. تحسب الكتلة ازاي؟ مفيش حل ان انت تجيب الكتلة بغير من القانون بتاع عجلة الجاذبية لو انت فاكره، اللي هو كان بيقول ان ام الكتلة بتساوي الوزن على شدة المجال. افكرك بيه، بيقول ان ام اللي هي الكتلة. ده القانون ده كان المفروض انت بتابع الاربع قوانين بتوع طاقة الوضع. ام اللي هي الكتلة تساوي دبليو اللي هو وزن الجسم على ايه؟ على الاتش اللي هي مين؟ الارتفاع. الاتش اللي هي مين؟ الارتفاع. طيب تمام، نكمل. انت عايز ايه؟ انا عايز اجيب الكتلة اللي هي مين؟ ام. تجيبها منين؟ الوزن اللي هو كام؟ 20 اصلا، ده الوزن.
اللي هو كام 20 على عجلة الجاذبية بكام، المفروض انت حافظها بكام ب10. فانا دلوقتي الحل الوحيد عشان اجيب الكتلة اللي هي ام هتساوي ايه، هتساوي دبليو اللي هي الوزن ب20 على الاتش عجلة الجاذبية ب10. 20 على 10 يكون فيها ال2 كيلو جرام، وهاخد ال2 كيلو جرام اقوم طالع بيها فوق واضرب نص في 2 في 6 تربيع يقوم طالع معايا ب36 جول. شكرا، كده مسألتي اتحلت. كده مسألتي ايه اتحلت. تعالى نشوف اللي بعديها شوية. بيقول احسب طاقة حركة الجسم 500 جرام. اولا طاقة الحركة للجسم كتلته 500 جرام، انت غلط. الكتلة 500 كيلو جرام، فدي مش هتنفع، فلازم تتحول من الجرام للكيلو جرام. احولها من الجرام للكيلو جرام، احول من الصغير للكبير. يبقى هقسم، تقسم 500 على 100 تطلع معايا بصفر علامة 5 كيلو جرام. يبقى كده انت جبت ام اللي هي الكتلة. تمام. يقطع مسافة 20 خلال 4 ثواني. انت جبت الام، يبقى ناقصك مين؟ ناقصك الفي. مديك ايه؟ مديك المسافة ومديك الزمن. تعرف تجيب السرعة من المسافة والزمن؟ لازم تجيبها من المسافة والزمن. القوانين بتاعت الحصة اللي فاتت كنا بنقول ايه؟ كنا بنقول ان الفي اللي هي السرعة تساوي دي اللي هي المسافة على الزمن. تعال ناخد السؤال ده بره كده عشان نعرف نتناقش فيه براحتنا. تعال يلا. انا اول حاجه انا مطلوب مني هعمل ايه دلوقتي؟ انا دلوقتي هو مديني الكتله، جبناها من الكتله بكام؟ قلنا ان الكتله تساوي صفر علامه 5. اللي هي مين الكتله دي؟ اللي هي الام. وانت عايز مين؟ انت عايز تحسب الكي اي. الكي اي تساوي ايه؟ تساوي نص الام في الفي تربيع. انا معاك يا استاذ. نص الام في الفي تربيع، الام جبتها بنص، حلو. ناقص الفي اجيبها منين؟ الفي تجيبها من القانون ان بيقول ان الفي اللي هي السرعه تساوي الدي اللي هي المسافه مقسومه على التي اللي هي الزمن. السرعه تساوي المسافه على الزمن. فانا عايز احسب السرعه، يبقى الفي اللي هي السرعه هتساوي الدي على التي. الدي اللي هي المسافه قلب 20 متر في السؤال، والتي اللي هي الزمن قلب 4 ثواني. 20 على 4 فيها 5 متر لكل ايه ثانية. 5 متر لكل ثانية. يلا احسب طاقة الحركة هتساوي كام؟ هقول له نص مضروبة في كام؟ في صفر علامة 5 اللي هي الكتلة، مضروبة في كام؟ في الفي اللي هي ب5 تربيع، تساوي كام؟ تساوي 6 علامة 25 جول. 6 علامة 25 ايه جول. تمام. يلا بقى نشوف السؤال اللي بعديه. بيقول لي ايه؟ بيقول لي علل الشغل الذي تبذله السيارة أقل من الشغل الذي تبذله الشاحنة برغم إن سرعتهم متساوية. ليه الشغل بتاع العربية بيكون أقل من شغل شاحنة برغم إن السرعة بتاعتهم بتكون قد بعض؟ أكيد السبب في الكتلة. هتقوله لأن كتلة السيارة أقل من كتلة الإيه؟ الشحنة. أنا مش هعرف أكتب، بس أنت المفروض بقى تكتب بقى أنت، لأن كتلة السيارة تكون أقل من كتلة الشحنة. سؤال رقم 2. تقل طاقة حركة السيارة عند ضغط السائق على الفرامل. ليه بتقل الحركة أول ما تدوس على الفرامل؟ لأن السرعة بتقل. يبقى أقول له لأن السرعة تتناقص وبالتالي طاقة الحركة إيه اللي هيحصل فيها؟ هتتناقص. آخر حاجة، يزداد الشغل اللازم لإيقاف السيارة تتحرك بسرعة كبيرة. ليه بيزداد الشغل اللازم عشان أوقف السيارة تتحرك بسرعة كبيرة؟ هقول له لأن بزيادة السرعة تزداد طاقة الحركة ويزداد الشغل اللازم لإيه؟ لإيقافها. يزداد الشغل اللازم لإيه؟ لإيقافها. تعال نشوف متى يحدث. بيقول لك طاقة الحركة امتى بتكون طاقة الحركة بتساوي صفر؟ امتى بتكون حركتك صفر؟ اذا كان الجسم ساكن. لو الجسم واقف مكانه مش بيتحرك. لو الجسم واقف مكانه مش ايه بيتحرك. بيسأل طاقة الحركة تساوي عدديا مع ضعف كتلة الجسم. امتى طاقة الحركة تساوي ضعف الكتلة؟ لما تكون السرعة مقدارها 2. تعالى نفكر فيها. هي طاقة الحركة بتساوي نص ام في تربيع. تعالى كده ناخدها كده على جنب الحتة دي. تعالى. هي طاقة الحركة اللي هي الكي اي بتساوي نص ام في الفي تربيع. ده اهم قانون عايزك تبقى خارج منه من الفيديو ده. نص الام في الفي تربيع. طب تمام. طاقة الحركة تساوي عدديا مع ضعف كتلة الجسم. يعني عايز طاقة الحركة تساوي الكتلة مرتين. امتى؟ قلنا لما تكون السرعة مقدارها 2. ازاي؟ لما يكون السرعة دي مقدارها 2 فدي تزيد، فالطاقة الحركة تتساوي عدديا، فهتساوي مين؟ هتساوي ضعف الكتلة بتاعة الجسم. هتساوي بايه؟ ضعف الكتلة بتاعة الجسم.